أما العقلية رقم 3 فإنها تقول أن الوعي يأتي بعد صدمة قوية يتلقاها الإنسان وهو في قمة عفويته. خد بالك، مش كل اللي حواليك صح ولا كله غلط، لكن احترس لأن أغلب اللي حواليك غلط جدا كمان. العقلية رقم 4 بتقول الهدوء تحت الضغط وضبط النفس والتعامل بحرفية ممنهجة واستمرارية قتالية وتضحيات انتصارية بتكنولوجيا رقمية للوصول للأهداف المجزية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنت الدنيا بتتطور، وعشان الدنيا بتتطور فأنت لازم تبدأ تتعامل بالتوقيت الحالي اللي أنت عايش فيه وبالطريقة دي وتضحي، وممكن تضحي بأغلى الحاجات اللي معاك أو اللي عندك عشان توصل لحاجة معينة. ما هي كده كده صابت، ولكن الفكرة في التوقيت اللي بتصيب فيه، واللي بيميزك واللي بيخليك توصل حاجة واحدة بس، ان انت بتضحي اللي قصادك ما بيضحيش، وانك بتغامر اللي قصادك ما بيغامرش. فده اللي بيخليك دايما شخص متميز.